السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم في قناة الزمالك في قلبي مع إسلام أبو مازن. أهلا بكل جمهورنا العزيز، يا رب كلكم تكونوا في أحسن صحة وفي أحسن حال. النهاردة كالمعتاد هنتكلم عن أخبار الزمالك وكل مدار داخل نادي الزمالك. لايكاتكم الزملكاوية مهمة جدا عشان خاطر الفيديو يوصل لأكبر عدد ممكن من جمهور نادي الزمالك العظيم، فضلا وليس أمرا. دوس لايك نبدأ أخبارنا النهاردة. بس لقيت الجو حر النهاردة، قلت ما صدقت البس بنص كم عشان وحشني اللبس بنص كم. مش برتاح في الشتاء خالص يعني. المهم نبدا اخبارنا النهارده، ومبدئيا كده عايز اكلمكم من عند فرجاني ساسي اللي عمل حديث صحفي واتكلم فيه عن نادي الزمالك وعلاقته بجمهور نادي الزمالك وامكانيه رجوعه مره اخرى لنادي الزمالك. واتكلم وقال ان بالنسبه له نادي الزمالك بيعتبره زي بيته، مع انه ما قضاش فيه كتير. وبيقول ان هو على تواصل دائم مع امير مرتضى منصور. وبيقول ان الجماهير المصريه او الزملكاويه بتتكلم على عودته مره اخرى الى نادي الزمالك، لكنه بيقول ان هو يتمنى انه يرجع في يوم من الايام الى نادي الزمالك مره اخرى، لكنه عقده ممتد مع الدحيل القطري. يعني ما ينفعش يقول ان هو هيفسخ عقده او في مشاكل، ما ينفعش يتكلم في الحاجات دي اكيد حتى لو فيه. كمان اتكلم وقال ان في للاسف قضيه مرفوعه او مستحقاته اللي كانت ايام اللجان المؤقته، وبيقول هتتحل وديا، خلاص قربت تتحل وديا مع نادي الزمالك، يتبقى فيها حاجات بسيطه جدا. وبيقول جمهور نادي الزمالك غالي عليه، لان جمهور نادي الزمالك بيحب اللاعبين وبيحب الكره الحلوه وبيحب اللعيبه الكويسه وما بينساش لعيبته، وبيفضل بيدعمهم على طول. وبيقول لو في يوم من الايام مكتوب لي ارجع مصر، عاوز ارجع نادي الزمالك مره اخرى. ده كان كلام فرجاني ساسي الفر. خلاص يعني انا قلت لكم حتى لو في فرصه يرجع مش وقته الكلام ده، مش هيبقى وقته، لسه بدري، احنا لسه في ليله تانية غير هنجيب مين ومين هيمشي ومين قاعد والكلام ده كله. طيب تعالوا ندخل على تدريبات نادي الزمالك. وبالنسبه لي عايز اقول لكم ان فيريرا اجتمع باللاعبين، وبعدين كان في التدريبات النهارده رفع الحمل البدني واللياقه البدنيه للاعبي نادي الزمالك. كمان كان في تدريبات على الكرات العرضيه واستغلالها، لان بقالنا فتره ما جبناش اجوال بكرات عرضيه. كمان كان في تدريبات اضافيه لكل من محمود حمدي الونش ومحمود شبانه في تدريبات نادي الزمالك. مش بس كده، لا، كان في تدريبات خاصه لخماسي نادي الزمالك بقياده كابتن حسين ياسر المحمدي. فيريرا قال له على حاجات يطبقها مع الخماسي كان مصطفى الزناري وسامسون إيكينولا وكمان محمد طارق وكمان السيد نيمار وعبد الله جمعه. ده الخماسي اللي خاض تدريبات خاصه، لكن نيجي للحدث الابرز والكلمه الابرز اللي انا مش مصدق هو قال كده ازاي وبناء على ايه. هو بيقول ان منافسه الدوري ما زالت مستمره، والدوري لسه لم ينتهي بعد، ومفتاح الدوري في مباراه نادي بيراميدز، او مفتاح المنافسه هيبدا من مباراه نادي بيراميدز. ايه، انت بتضحك علينا ولا بتتكلم جد؟ طب هو احنا نصدقك ولا ما نصدقكش؟ طب احنا نحبك ولا ما نحبكش؟ ولا انت بتقول كده ليه؟ ولا انت مقتنع بالكلام ده ولا مش مقتنع؟ مش عارف. انا شايف ان المنافسة صعبة جدا، لكن ما زال عندي امل. عمر الامل ما هيروح مني في اي حاجة، مش شرط في دوري ابطال افريقيا او الدوري المصري او الكلام ده. اوعى تعيش من غير امل. لكن انا عارف ان الدنيا صعبة وهتعلقوا لي كتير وتقولوا لي ده بيشتغلنا والكلام ده. خلونا ورا فيريرا لحد باب الدار. وانا مش هقول عليه والله كذاب، ابدا ابدا ابدا، لا، احنا بنكن له كل الاحترام وكل التقدير. وانا واحد من الناس اثق تماما ان هو مش متعمد يعمل كده او يخسر نادي الزمالك. كمان تعالوا نقول لكم ان اداره نادي الزمالك بتحاول تجهز فلوس باي طريقه لدفع مستحقات او بعض من مستحقات فيريرا. فلوس امام عاشور فيها مشكله، فلوس امام عاشور جايه، بس نادي الزمالك مش عارف ياخدها ازاي بسبب الحساب او الحجز على ارصده النادي. نادي الزمالك بيفكر ازاي الفلوس دي ياخدها. لغايه دلوقتي يمكن ما وصلتش او يمكن ما دخلتش، لانها لا هتخش على حساب ايه، والحسابات نادي الزمالك مقفول عليها. مشكله كبيره بتواجه نادي الزمالك. نادي الزمالك وراه التزامات كتير، لكن المستشار كان بيقدر يسلك الدنيا ويقدر يجيب ويخلص في حاجات كتير. دلوقتي الدنيا واقفه. لكن في حاجه كمان، حتى الفندق اللي نادي الزمالك بيعمل فيه المعسكرات واللعيبه بتروح تبات فيه برضه عايز فلوس. نتمنى ان الدنيا تتحل بسرعه والمشكله ما تبقاش كتير، وموضوع الفلوس ده بيسبب ازمات كبيره جدا. طيب بخصوص بقى محمود حمدي الونش والثلاجه، ثلاجه فيريرا مليانه ناس كتير. فيريرا بعد ما قلت لكم عمال يشاور عقله، يا ترى يشارك ما يشاركش، يشارك ما يشاركش.
القرار الاقرب هو عدم المجازفه بمحمود حمدي الونش، مع انه جاهز بدنيا وجاهز فنيا، جاهز الاثنين، وبيقول لك لا انا ممكن اخليه. هنشوف هيعمل ايه ويقرر ايه. انما بقى بخصوص محمد صبحي، كابتن اسامه نبيه وكابتن احمد عبد المقصود بيتكلموا مع فيريرا وبيقولوا له اعطي فرصه لمحمد صبحي. ليه؟ عشان خاطر يدخل في الفورمه، مستوى محمد عواد نازل شويه، يبقى محمد صبحي في الملعب. هنشوف يا ترى هيحصل على فرصه في مباراه نادي بيراميدز ولا لا، ولا ايه اللي هيحصل. طيب خبر بعيد عن كره القدم كده سريعا، اتحاد كرة السلة بيقرر نزول نادي الزمالك للسيدات في كرة السلة درجة تانية بسبب الانسحاب من الدوري. لا احنا فضيناها، هي ملهاش لازمة عندنا، فضيناها يعني خلاص، لما المستشار مرتضى منصور سرح الناس فضيناها. فتنزلون بقى درجة تانية، درجة تالتة، درجة رابعة، مش هتفرق معنا كتير. طيب بما اننا جبنا طيب الذكر المستشار مرتضى منصور، لازم نتكلم ونقول حاجة على موضوع المستشار مرتضى منصور والموظفة اللي رفع عليه قضية، واللي فيه قضية في شهر 3 على المستشار. كان سببها ايه؟ ان الموظفة ديت المستشار مرتضى منصور كان كتب وقال انها جت وعملت معاينه على ارصده نادي الزمالك والحسابات والشيكات والموارد الماليه داخل نادي الزمالك، وكتبت في تقريرها ان ممدوح عباس اخذ مستحقاته من نادي الزمالك والفلوس اللي ليه، وانه مالوش قروض او مش مسلف نادي الزمالك قروض، وان شيكاته اخذها في مواعيدها وهو مالوش فلوس. وفجاه غيرت كلامها، ده كلام المستشار مرتضى منصور، وغيرت كلامها وراحت عامله ايه؟ راحت قايله انتوا مش هتدفعوا فلوس ممدوح عباس ليه؟ انتوا ما دفعتوش فلوس ممدوح عباس ليه؟ فالمستشار اتغاظ، انت ازاي كتبت كده وكتبت في تقريرك كده، وازاي بعد ما مشيتي من الزمالك قلتي كده؟ يبقى اكيد في حاجه حصلت غلط، يبقى اكيد انت حد كده مش عارف ايه. المهم كلام من هذا القبيل، مش عاوز اقول قال عليها ايه او هي يعني تعرضت لايه عشان تقول الكلام دوت. فبناء على ذلك رفعت قضيه بسبب الكلام ده، او مهاجمه المستشار مرتضى منصور بسبب موضوع ممدوح عباس والفلوس. كمان عايز اقول لكم ان فيريرا حذر مدافعي نادي الزمالك، كنت نسيت يعني، كنا هننسى وازاي ننسى، لازم نتكلم المدافعين من ارتكاب اي اخطاء ساذجه تعرضوا لها او عملوها في المباريات السابقه. يعني بمعنى اصح طلب منهم التركيز كالمعتاد، وفي الاخر بيبقى في مشاكل وبيدخل في الزمالك اهداف. لكن ما تنسوش ان في سموحه ما دخلش فينا اهداف، ما تنسوش ان في مباراه المريخ ما دخلش فينا اهداف، لكن في مباراه الترجي التونسي وشباب بلوزداد هو قال لهم كده احنا دخل فينا ضربه جزاء، وفي مباراه الترجي مع الاندفاع دخل فينا اهداف. فلازم التركيز، وخاصه في الدقائق الاخيره، يعني تركز في اول الماتش زي اخر الماتش. نتمنى التركيز من مدافعي نادي الزمالك في مباراه نادي بيراميدز الهامه. ماذا يحدث مع المستشار مرتضى منصور الى الان داخل المستشفى؟ شفاه الله وعافاه. المستشار مرتضى منصور الى الان هو الحاكم والامر داخل نادي الزمالك، وهو الذي يقرر ماذا يفعل اعضاء مجلس اداره نادي الزمالك، ومين هيعمل ايه ومين هيقول ايه وايه اللي بيتقال وايه اللي بيحصل. ما تفتكروش ان المستشار مرتضى منصور بعد عن المشهد الرياضي داخل نادي الزمالك. الى الان المستشار مرتضى منصور يعمل وكانه داخل نادي الزمالك، فاي كلام بيطلع، اي حاجه بتتقال، اي قرار بيتاخد حاليا بأوامر من المستشار مرتضى منصور وبقرارات من المستشار مرتضى منصور. طيب إلى الآن، إلى اللحظة اللي أنا بكلمكم فيها دي، نادي الزمالك ما بعتش اسم القائم بأعمال رئاسة نادي الزمالك إلى الآن إلى وزارة الشباب والرياضة. في اللحظة دي اللي أنا بكلمكم فيها، ممكن تكون بعد كده حصل، لكن لا، إلى الآن لم يحدث. هنشوف هيعمل إيه والوزارة هتقرر إيه النهاردة. أظن ممكن يكون في أحداث ساخنة النهاردة مساء اليوم، ننتظرها وهنشوف ايه اللي هيحصل. وما زلت بقول ان استاذ سليمان وهدان بيقول ان المستشار مرتضى منصور كده كده راجع نادي الزمالك، وان القانون في صف نادي الزمالك، وان المحاكم برضه في صف نادي الزمالك، وان كل حاجه ماشيه بعنايه ودراسه شديده جدا، وده اللي كلنا بنتمناه وكلنا عايزينه. لكن عايز اكلمكم في حاجه كده. اتسالت سؤال امبارح وبعض كلام بيتقال ان الاهلاويه بيقول لك نفسهم ان مرتضى يرجع تاني عشان خاطر الزمالك بيبقى ضعيف مع مرتضى. مين قال ان الزمالك بيبقى ضعيف مع مرتضى؟ عايز اقول لك ان معظم الاهلاويه، بتكلم على الجمهور يعني، بيتمنوا عدم رجوع المستشار مرتضى منصور مره اخرى. وياما حصلت حاجات كتير جدا بيحاولوا يوقعوا المستشار مرتضى منصور من جانب الجمهور. وجود المستشار مرتضى منصور ليس في صالح النادي الاهلي. انا بقول اهو، وجود المستشار مرتضى منصور ليس في صالح النادي الاهلي، لكن هم اكتر ناس مبسوطه ان المستشار مش موجود داخل نادي الزمالك.
فاللي يقول لك الكلام ده ما تصدقوش، وهم نفسهم ان هو يمشي. على فكره ياما اتقالت لي من فتره، ياما اتقالت احسن صفقه جت لنادي الزمالك في الفترات الاخيره هي صفقه المستشار مرتضى منصور. نتمنى له العودة بالسلامة ويرجع بالسلامة. طيب هناك اختلاف فارق جدا 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 بين سوشيال ميديا الزمالك وسوشيال ميديا النادي الاهلي بلسان عماد متعب. عماد متعب اللي اتكلم امبارح وقال لك 6-7 صفحات كتبوا عليا وهاجموني بنفس الكلام عشان في حد من النادي الاهلي اداهم ورقة او سكريبت مكتوب فيه نفس الكلام اتهاجم بيه. ده مين اللي قال الكلام؟ عماد متعب. 90% من صفحات نادي الزمالك الا اللي ماشيه مع ناس معينه ما بيعملوش كده. يعني انا واحد من الناس والله عمر ما حد قال لي قول حرف، ولا حد قال لي اطلع اتكلم في ايه، ولا عشان ايه، ولا بمناسبه ايه. عمرها ما حصلت ولا هتحصل. انا ان كان صوتي بيخرج من دماغي عشان خاطر مصلحه الزمالك، وده اغلب الصفحات الزملكاويه المحترمه. بس دي حكايه الصفحات، في فارق جدا. وشاهد شاهد من اهلها. عماد متعب اللي خرج وقال الكلام ده. اخيرا بقى وليس اخيرا، ما زلت بقول ان هاني حتحوت امبارح قال خبر مهم جدا بعيده تاني. بيقول في 3 حكام اتحاد رابطه الانديه بتختار بينهم عشان يحكموا مباراه نادي بيراميدز: محمد الحنفي ومحمد عادل وامين عمر. ال3 عملوا اخطاء كبيره جدا مع نادي الزمالك الفترات السابقه. نتمنى ان الحكم ما يكونش من ال3. نتمنى ان الحكم ما يكونش ولا فلان ولا علان، ولا ده ولا ده ولا ده. عندك اكتر من 16 حكم غيرهم، اختار لنا منهم واحد. بلاش دول بجد يعني خالص. وضيف عليهم كمان البنا، مش عايزين البنا، ال4 دول اهم حاجه. بس انا بتكلم على اللي هاني حتحوت قال على ال3 اللي بيتم الاختيار بينهم. طيب مبادره ما زلت اتكلم فيها، نفسي كل من هو معني او محسوب على نادي الزمالك يتم المصالحه بينه وبين كل الزملكاويه، مش مرتضى بس. نادي الزمالك بيمر بازمه طاحنه ماديه واداريه، الاثنين مع بعض. وفين ولاد الزمالك؟ هو ما كنتش تبقى زملكاوي لازم تقعد على الكرسي عشان تبقى زملكاوي؟ هو انت مش هتخدم الزمالك غير وانت قاعد على الكرسي؟ ما تطلعوا واتكلموا ووقفوا وحسسوا الناس ان انتوا ايد واحده. تعبنا يا جماعه الخير، هو ما فيش غير الجمهور اللي بيتعب وعمال يقول الكلام ده. نفسي بدون ذكر اسماء بقى واحد يطلع والتاني يطلع يقول انا زملكاوي وهخدم الزمالك من مطرحي ومن مكاني، مش شرط اكون جوه النادي. الافعال هي الاساس مش الاقوال. احنا ولا شايفين اقوال ولا افعال. لازم تتحدوا عشان الزمالك. عدم اتحادكم يدل على رغبتكم في الحصول على المناصب فقط لا غير. انت عايز منصب بس، انت عايز اسم ان انت رئيس النادي، انت وكيل النادي، انت نائب النادي، انت عضو في النادي. يا عم من بره انت بيبقى لكم هيبتكم وتقلكم في البلد. لازم ان الزمالك يستفاد بيكم، عشان اللي بيحصل ده مضيع الزمالك. هتقفوا امتى مع ناديكم؟ قولوا لنا هتقفوا امتى. رساله بوجهها وهفضل اوجهها. وطول ما انتم بره المشهد وبعيد عن نادي الزمالك في ازماته، ساعه دخولكم النادي مش هندعمكم لانكم بتروحوا لمصالحكم. ابداوا من دلوقتي. والله لو ليا سبيل ان انا اساعد نادي الزمالك واخدم نادي الزمالك اخدمه، مش هتاخر. بحاول من قناتي الصغيره ان انا احاول اتكلم واقول وابرز حاجات واتكلم في حاجات وادعم. لكن لو بايدي ادخل النادي واقول انا تحت امر النادي هعمل، مش هتاخر. انتوا لكم سلطاتكم اللي تقدروا من خلالها تساعدوا ناديكم، ده اذا كان ناديكم. عشان الزمالك حب في قلبنا هندعم نادي الزمالك، مش هنتخلى ابدا عن نادي الزمالك، ودائما وابدا في ظهر نادي الزمالك الى ان ينتهي بنا العمر. اترككم في رعايه الله وامنه وحفظه، ولكم مني خالص حبي وتقديري واحترامي، وان شاء الله القادم افضل. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.